بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم في ملعب السير، وتحياتي لكل المتابعين. النهارده معانا يوم جميل وسبت جديد من دوري المتعه والجمال والاثاره في عالم كره القدم الدوري الانجليزي. النهارده هنتكلم عن 4 مباريات مهمه جدا. المباراه الاولى ليفربول في مواجهه مانشستر يونايتد، ودي مباراه الديربي ومباراه القمه. مانشستر سيتي في مواجهه ويست هام، نيوكاسل في مواجهه توتنهام، وارسنال في مواجهه برايتون، وتشيلسي في مواجهه كريستال بالاس. مباراه جميله جدا ومباراه كلنا هنستمتع بيها. ولكن قبل ما نبدا حلقتنا حابين ناكد مع حضراتكم ان شاء الله هتكون عندنا حلقه ثابته اسبوعيه كل يوم خميس الساعه 8 مساء، وان شاء الله نقدم لكم حلقات متميزه ونكون دايما عند حسن ظن حضراتكم. يلا بقى كله يعمل فولو لصفحاتنا على الفيسبوك، وكل يفعل اشتراك على قناتنا على اليوتيوب عشان يوصل لكم كل جديد اول باول من ملعب السير. النهارده هنبتدي بمباراه ليفربول في مواجهه مانشستر يونايتد. مباراه صعبه جدا ولها اعتبارات كتير بالنسبه للمدير الفني روبن اموريوم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد في المركز ال 14 وبيعاني، ليفربول في المركز الاول. الراجل عامل زي القطر، مفيش حد بيوقفه ولا هو ولا لعيبته، يعني ما شاء الله. لكن الحقيقه بيمتعونا بادائهم المتميز الفتره الاخيره. انا حابب برضو ان انا اوصل لحضراتكم الفرق ما بين المديرين الفنيين في موقف، يعني هتقدروا تعرفوا ليه روبن اموريوم بيعاني. ارن سلوت كانوا بيسالوه عن المباراه اللي هيلعبها في الاسبوع الجديد وازاي هيقدر يتعامل معاها على اساس انها مباراه صعبه. الراجل قال لهم ابني عنده مدرسه الصبح عايز اوصله. في حين لو هنقارن روبن اموريوم، الراجل في مؤتمر صحفي بيسالوه ازاي هتقدر ترجع مانشستر يونايتد لامجاده. الراجل ابتدى يشرح ازاي هيقدر يرجع الهويه للفريق، ابتدى يتكلم في فنيات لعب ان هو بيلعب بطريقه 3-4-3 ونقاط القوه ونقاط الضعف. الموقفين دول بيوضحوا لنا الفرق ما بين عقليه كل مدير فني، وخاصه وانت في دوري هو الاقوى على مستوى العالم. التصريحات دي بيكون لها ابعاد كتيره جدا. انت بتتكلم في منافسين منتظرينك، في جمهور. التصريحات بالنسبه للمديرين الفنيين بتبقى عامله زي الرصاصه، لازم قبل ما تقولها لازم تبقى عارف انت بتقول ايه كويس. اسلوب لعب روبن اموريوم بيلعب على الكره الهجوميه والضغط العالي، بيلعب كره متحرره. للاسف احنا اتكلمنا فيه ببدايه الموسم ان فريق مانشستر يونايتد بيعاني في الثلث الاخير ان ما عندوش جوده تهديفيه. ده واضح من خلال احصائيات الفريق. خسر في 9 مباريات وفاز في 6 مباريات، واحرز 21 هدف واستقبل 26 هدف. في حين ان انت بتواجه ليفربول الاكثر استقرارا والاقوى فنيا، احرز 45 هدف واستقبل 17 هدف، فاز في 14 مباراه وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراه وحيده. المباراه هتكون صعبه على فريق مانشستر يونايتد. نجاح روبن اموريوم ان هو يقلل من الهزيمه الحقيقه، لان المباراه لو خدت مسارها الطبيعي عوده كوناتا هتكون اضافه قويه جدا. عشان كده انا شايف المباراه هتكون صعبه جدا جدا على روبن اموريوم، ولكن ارن سلوت هيدلعنا ويمتعنا ان شاء الله. طبعا بقى بالنسبه للمتابعين الفانتازي هيقولوا لنا طب دلعنا ومتعنا يا عمور بسرعه كلنا نجري وانا معاكم. كابتن محمد صلاح. محمد صلاح مهم جدا جدا، ومعانا ديوجو جوتا ايضا ودومينيك سوبوسلاي ولويس دياز. نطير بقى على ملعب الاتحاد اللي هيستضيف مباراه ويست هام ومانشستر سيتي. مباراه المفروض انها تكون سهله لجوارديولا، لانه الحقيقه لو ما حققش انتصار في المباراه دي اعتقد جماهير مانشستر سيتي هتمشي تحدف الناس بالطوب في الشوارع زيهم زي جوارديولا. المباراه سهله جدا. ويست هام عنده خط دفاع سيء جدا، استقبل 35 هدف، عنده مشكله في الثلث الامامي، احرزوا 23 هدف فقط وخسروا في 8 مباريات، على العكس من مانشستر سيتي احرز 32 هدف واستقبل 26 هدف. مباراه على ملعب مانشستر سيتي مهم جدا ان هم يحققوا انتصار، لان لو ما حققوش انتصار بقى انا مش هتكلم عن مانشستر سيتي الفتره اللي جايه بقى غير لما يعملوا صفقات ونشوف. نطير على ملعب توتنهام اللي هيستضيف مباراه نيوكاسل وتوتنهام. مباراه قويه جدا ومباراه شرسه ايضا، ومباراه القمه في الجوله ال20. نيوكاسل عنده هجوم متميز بقياده ايزاك، توتنهام عنده عناصر متميزه جدا في خط الهجوم وبيقدموا مستويات قويه جدا. احرزوا 41 هدف. انجي بوستوكوغلو متهور جدا من الموسم السابق، واتكلمنا عليه ان احنا كنا متحفظين في فكره ان هو ما بيقدرش يدور الامور بعقلانيه، فعشان كده بيستقبل اهداف كتير من الموسم السابق، مش قادر يعالج النقطه دي. لكن نيوكاسل بقياده المدير الفني ايدي هاو متنوعين جدا خططيا، وعندهم خط وسط ملعب متميز بقياده جولينتون البرازيلي واللاعب برونو جيميريز، بيقدموا مستويات طيبه جدا الفتره الاخيره. انا شايف المباراه هتكون اقرب لنيوكاسل. ولو هتسالوني بقى ترشح لنا مين، ايزاك مهم جدا، جوردون بالنسبه لتوتنهام، سون، بيدرو بورو، لاعب كولوزوفسكي. معانا بقى مباراه ارسنال في مواجهه برايتون. مباراه ايضا مباراه الجميله جدا اللي كلنا هنستمتع بيها. برايتون بقياده المدير الفني الشاب صاحب ال 31 عام، اصغر مدير فني في تاريخ الدوري الانجليزي، امام ارسنال بقياده المدير الفني المتميز ارتيتا اللي رجع مره ثانيه يحافظ على مستوى الفريق وابتدى يصحح المسار ويحقق انتصارات مره ثانيه. ارسنال في الدوري الانجليزي من اقوى خطوط الدفاع، استقبل 17 هدف. الاحصائيه بنسبه كبيره بتوضح لنا مسار المباراه ان شاء الله، بنسبه كبيره هيكون في اتجاه ارسنال. برايتون لو حقق نتيجه ايجابيه من وجهه نظري انها تكون تعادل، لكن قدر بسرعه ان هو يرجع مره ثانيه للمسار. منتظرين منهم اداء متميز جدا في المباراه دي، وان شاء الله يقدموا لنا مستوى ثابت الفتره اللي جايه. معانا بقى مباراه التحدي، المباراه الرابعه والاخيره، مباراه تشيلسي في مواجهه كريستال بالاس. مباراه قويه جدا ومباراه مهمه جدا جدا للمدير الفني الايطالي انزو ماريسكا اللي كان بيقدم اداء متميز مع تشيلسي الفتره الاخيره، ولكن في اخر 3 مباريات ابتدى يعك وابتدى يهرتل في التشكيل، ودي نقطه في منتهى الخطوره. ما ينفعش وانت بتلعب في الدوري الانجليزي وعايز تاخد بطوله بعد ما حققت استقرار فني، بعد ما وقفت على نقاط القوه ونقاط الضعف في الفريق، ان انت ترجع مره ثانيه تلعب في التشكيل. يعني مره كنا بنلاقي مديوكي، بعد كده ابتدى يغير ويلعب بسانشو، مره بيدرو نيتو في الناحيه اليمين، مره بيدرو نيتو في الناحيه الشمال، جاكسون نكونكو. لا، كل ده خطر وانت كده بتلعب بالنار
في الدوري الانجليزي، ما ينفعش. ارن سلوت النهارده لو ضيعت نقطه هيندمك عليها. ولكن انا شايف ان مباراه تشيلسي امام كريستال بالاس مباراه مهمه جدا. كريستال بالاس برضه من الفرق المتميزه وعنده عناصر جيده في الثلث الاخير ويقدر يحقق انتصار بقياده ايزي وماتيتا. تشيلسي لو ظهر بالمستوى اللي كان بيقدمه واللي كان من خلاله بيقدر يحقق انتصارات، اعتقد ان هو قادر يخرج بانتصار مهم جدا في المباراه دي. المباريات كلها هتكون في منتهى الامتاع. للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا، ولكن انتظرونا الفتره اللي جايه، عندنا حلقات هتكون متميزه جدا، وان شاء الله دايما نكون عند حسن ظن حضراتكم. زي ما عودناكم دايما التميز والرياده معانا في ملعب السير. بشكركم جدا والى اللقاء.